اولا هنقدم لكم ندوه حواريه خاصه بترشيد الكهرباء في مصرنا الحبيب. طبعا الندوه دي مهمه جدا، هنعرفك ملامح وجهود الدوله اللي قامت به وانت كطالب تحافظ عليه. الندوه دي خاصه بمدرستنا كفر بيت الحارون الابتدائي. تمام كده. اول حاجه هنتكلم عن عده محاور لازم تكون كطالب عندك علم بها. اول حاجه جهود الدوله واهم المشروعات التنميه الشامله في مجال الكهرباء. ثاني حاجه الندوه عموما خاصه بترشيد الكهرباء وجهود الدوله ايه اللي وفرته لنا، وانت كطالب هقول لك ايه اللي انت هتقدر تعمله بعد كده في اخر ايه الندوه. تمام كده. طيب الندوه ديت يا جماعه اهم حاجه تعرف اهميه الكهرباء في حياتك. طبعا اي بيت ما يستغناش عن الكهرباء طبعا، وهي عامل من العوامل الرئيسيه. طيب قبل الكهرباء كنا بنستخدم ايه؟ الفحم. الفحم كان اضراره كتيره بسبب تلوث للبيئه. الدوله مشكوره لغت الفحم واستخدمت الكهرباء، وفي قوه طاقه ثانيه الكهرباء الغاز ايه؟ الطبيعي وكده. هنتكلم النهارده على الكهرباء. انت ايه هي بقى في مصادر للكهرباء؟ في الكهرباء الناتجه من المولدات الحراريه واللي هي الطاقه ايه؟ الحراريه الكهرباء العاديه دي، وفي طاقه ناتجه عن الكهرباء ايه؟ مائيه اللي هي نتيجه السد الايه؟ العالي. يبقى في طاقه كهربائيه ناتجه من السد العالي اللي هي عباره عن الطاقه الكهربائيه ايه؟ تمام كده. وفي طاقه اللي هي الحراريه اللي هي شغاله في بيوتنا دلوقتي. طيب اولا جهود الدوله بقى. الدوله طبعا كل يوم في مشروعات بتقل. طب احنا نستفيد فيها ايه؟ اعمده الاناره يا جماعه المتهالكه اللي هي الصدى جاتها اللي هي بتؤدي لحالات الوفاه في الامطار، لا الدوله عملت غيرت عواميد الاناره، وانت واقع ملموس هتلاقي على الجسر كده وانت طالع هتلاقي ايه؟ وان اعمده الاناره متغيره بكشافات مخصوصه ولمض خاصه بتوفير الطاقه النظيفه. كانت الكشافات قديما كانت بتعمل انبعاثات حراريه ضاره بالانسان. الدوله مشكوره عملت كشافات مخصوصه لاعمده الاناره بتدي اناره كويسه بانبعاثات غير حراريه، يعني ما عادش ايه تلمس اللمبه كده غلط، ما عادش انبعاثات غير ضاره بايه؟ بالانسان. يبقى تاني عشان تفهم، يبقى اول حاجه الدوله عملتها تغيير اعمده الاناره باعمده اناره جديده، تغيير الكابلات والمتهالكه بكابلات اخرى مغطاه حمايه الايه؟ للمواطن. تمام كده. عملت محطات مولدات جديده تعمل ايه؟ اقل ضررا للانسان، انبعاثاتها اقل ضررا. ثاني حاجه محولات جديده، يبقى تغيير اعمده الاناره، تغيير مولدات الطاقه الكهربائيه. طيب اخر حاجه بقى يا جماعه لازم نكون مع بيئه نظيفه. يعني ايه بيئه نظيفه؟ انت كطالب ممنوع استخدام الطاقه اللمبات العاديه بقى، لمبات اهي بتبقى في لوحات استرشاديه للطاقه النظيفه، لوحات استرشاديه على كل ايه؟ كل ايه مثلا علبه لللون يعني. يبقى استخدام ارشادات الطاقه النظيفه. تمام. عدم ترك المصابيح وانت خارج من بيتك او المدرسه، ترك اعمده الاناره او الدول ولا حاجه وتقفلها على طول يعني كده. ماشي؟ تمام. اتباع اساليب الايه؟ الطاقه النظيفه بقى. يعني ايه؟ تبدل جميع اللمبات اللي في البيت بطاقه نظيفه غير ضاره بالايه؟ بالانسان. ده حاجه. انت كطالب انت اتخرجت من الفصل تقفل ايه؟ اللمبه معاك. تمام كده. تمام. في حاجه يا جماعه الدوله والعاصمه الاداريه الجديده عملتها والدوله حاولت تنفذها، ودي المشروع القومي اللي يجب كلنا نعرفه بقى، اللي هو استخدام الطاقه من الهيدروجين. فصل الهيدروجين من الميه. ركز معايا. دي الطاقه دي الدوله بتعملها وخلاص. في العاصمه الاداريه عملت المشروع ده علشان نستفيد به. المشاريع دي الدول المتقدمه قامت به، واحنا هنحاول نعمل اللي هي الطاقه باستخدام الهيدروجين، من فصل الهيدروجين من المياه. ده حاجه. طيب نسال بقى اول حاجه من ترشيد الكهرباء. قول حاجه كده من ترشيد الكهرباء. اول حاجه في عندك نوعين من الكهرباء، كهرباء ايه؟ حراريه. كهرباء ايه؟ كهرباء ايه؟ برافو عليك. يبقى عرفنا ان الكهرباء في كهرباء حراريه وكهرباء ايه؟ كهرباء ايه؟ مائيه. صح. الكهربائيه دي ناتجه من ايه؟
السد ايه؟ سد العالي. يبقى كهرومائيه جايه من اسمها. تمام كده؟ تمام. في طاقة نظيفة أنا قلتها ولازم نتابعها، اللي هي طاقة استخدام الطاقة إيه يا ناس؟ برافو عليكم يا أخي. يبقى طاقة اسمها إيه؟ برافو عليك. الهيدروجين الأخضر ده من أهم مصادر الطاقة، ودي المشروع القومي اللي لازم كطلبة أو كأولياء الأمور أو كله يتبعوا، اللي هي مشروع استخدام الهيدروجين الأخضر. طيب الأخضر، طيب نيجي بنعمله منين؟ بنفصله من المياه النظيفة. ودي المشروع ده هتسمع عنه في وسائل الاعلام كتير. يبقى ختاما للندوه يا ابناء كل الاستفاسه، يبقى في نوعين من الكهرباء، الكهرباء الحراريه والكهرباء ايه؟ الكهرباء ايه؟ النتيجه من السد ايه؟ العين. تمام كده. تمام. حاجه ثانيه مع المعابيع ايه؟ نظيفه، اللي هي الكشافات. اتفضل يا ناس. الكشافات اللي هنستخدمها كشافات اللي هي يعني غير منبعثه الحراره، ما عادش كان اللمبه زمان بتطلع ولعه كده حراره، لا دلوقتي الكشافات اللي دي خلاص حاجه استخدام. طبعا اما تيجي تشتري الثلاجه ولا حاجه لازم تقفلها كويس، عدم فتح الفريزر الا الحاجات القصر، دي حاجات كاولياء امور لازم نكون عارفينها. تمام كده. ختاما بقى يا جماعه، قلنا اخر حاجه استخدام الطاقه من ايه؟ من الهيدروجين، دي مهم جدا في العاصمه الاداريه ايه؟ دي المشروعات فين؟ يبقى خلاصة الكلام بعد كده الندوه هي عرفنا محاور هامه قامت بها الدوله لترشيد الكهرباء، وانت كطالب لازم تكون واعي فيه. تمام كده. يبقى اول محور خدناه انواع الكهرباء، ثاني محور ترشيد وسائل